طب ما نتجوز بقى يا نعمة. لا برضو يا يوسف، ها؟ انا ما بحبش نفسي وبس، انا بحبك انت كمان، وعشان بحبك لازم اضاعف رفضي. ايه؟ تضاعف رفضك؟ ايوه يا يوسف، مش هفكر اتجوزك قبل ما تقف على رجلك وتبقى حاجة. انت طموحك كبير وانا عارفة كده، وانا معاك، معاك بالجانب الحلو اللي فيا، بس معاك من غير ما احملك الجانب اللي فيه مسؤولية، عشان تتفرغ لمستقبلك ولطموحك، وساعتها انا ليك وانت ليا. ايوه بس انا لسه قدامي الوقت طويل ومش عارف هعمل ايه بالظبط. يعني ايه مش عارف يا يوسف؟ مش قلنا هتكمل علام وتخش الكلية عشان تاخد شهادة كبيرة ومهيتك تزيد وتبقى قيمتك غير القيمة؟ كلية ايه؟ انت عندك كام سنة دلوقتي؟ وانا عندي كام؟ لسه هستنى لما اخش الكلية يا عالم اذا كنت هعرف اخش ولا لا واذا دخلت يا عالم اذا كنت هعرف انجح ولا لا. طب حتى اذا نجحت وبعد ما اتخرجت من الكلية دي ولا ايه يعني اللي هيحصل؟ ايه؟ افرضي ساعتها بقيت حاجة، هنكون بقينا ربابيكيا، نكون خلصنا انا وانت يا نعمة. ليه اليأس ده يا يوسف؟ أنا عمري ما شفتك يائس كده. بالعكس، انا انا ببص نظرة بعقل. يا يوسف. بس بلا يوسف بلا هباب. انت النهارده غريبة قوي يا نعمة، غريبة. أنا غريبة؟ اللي انا متأكد منه دلوقتي انك ما بتحبنيش. إيه اللي بتقوله ده؟ أنت عارف أنت بالنسبة لي إيه؟ ولا حاجة. هكون ايه يعني بالنسبة لي؟ يهو، أمال بتسمي إيه اللي بيني وبينك يا يوسف؟ مش عارف، مانيش فاهم بصراحة. انا مش قادر افهمك. بقى عشان بدور على مصلحتك ومصلحتي مش قادر تفهمني؟ مصلحتي اني اتجوزك وافتح بيت. أنت ما تقدرش تفتح صندرة يا يوسف، ما تقدرش تفتح عشة حتى مش ما بيت. يعني أنا ما بلومكش على كده، أنا مش مغلطاك، بالعكس، أنا دايما بقولك الصغير يكبر، ولما يكبر يبقى يفتح بيت. انا عايزك جنبي. مين يغلطني في كده؟ طب ما أنا جنبك ومعاك بكل روحي، هو لازم أبقى معاك تحت سقف واحد عشان أبقى جنبك؟ ياما حريم عايشة مع رجالة تحت سقف واحد، قايمين واكلين شاربين سوا، ومع كده ما هماش مع بعض. ده مش بس كده، ده بينهم وبين بعض كل الفتور والكره. وياما ستات ورجالة بيحبوا بعض وبعيد عن بعض، إنما كل واحد بيدي للتاني أكتر ما عنده. ايه؟ الكلام ده كبير عليكي قوي يا نعمة. ولا كبير ولا حاجة يا يوسف، اللي أنا شايفاه يعلم الحجر وينطق البجم. إيه ده؟ إيه اللي وقع منك ده؟ دي حلة. ما أنا عارفة إنها حلة، رايح بيها فين؟ ابدا مش رايح ولا جاي. مش رايح ولا جاي إزاي إذا كنت مخبيها في هدومك وخارج؟ طب وطي صوتك. كنت سارقها يا رفاعي، انت حرامي يا بس رفاعي. ما تقولي سارقها. حاططها في هدومك وبتتسحب خارج بيها ليه؟ تبقى ايه؟ انا ما اعرفش ايه اللي حطها في هدومي. كده اهو ما انتش عارف. ما انا اصلي اصلك ايه يا حرامي يا لص؟ بقول لك وطي صوتك. ولما انت خايف وبتختشي بتسرق ليه؟ العيال بتاخد مصروف وانا ما باخدش. هتعمل بالمصروف ايه؟ هتروح تشرب دخان ومعسل مش كده؟ انت هتوطي صوتك ولا لا؟ في ايه بتزعق ليه يا مقصوف الرقبه؟ ايه في ايه يا نعمه؟ بتتخانقوا على ايه؟ عمل ايه ابن ابوه ده؟ انا ما خدتش ولا حاجه يا جمالات، ما عملش حاجه. انا بقول له يقوم معايا يلم المواعين عشان اغسلهم، مش راضي. وايه اللي جاب الحله دي هنا؟ اصل كانت في ايدي وانا بنده عليه. طب يلا يا اختي لم المواعين وروحي اغسليها. مساعد ايه اللي عايزاه يلم المواعين معاكي؟ كلام ايه المرق ده؟ هنبتدي بقى يا جمالات. يا اختي ما انت بتلميها كل يوم، يعني يا حسرة كانوا زادوا حتة ولا انت اللي نقصتي حتة؟ لا يا اختي ما نقصتش. يلا يا اختي يلا خلصيني عشان تروحي تشوفي لنا شوية رز حتة نطبخهم للقرطة دي. اسم النبي حارسها على ايديها نقش الحنة، عايزة حد يلم معاها المواعين. يا اختي بتجيبوا العنطزة دي كلها منين؟ يلا يا رفاعي، ما تبقاش تعمل كده مرة تانية. لو كانت عرفت كانت دهولت املي. كان هيبقى عندها حق لو قطمت رقبتك. تعيش يا نعمة، كلتيهم انت بدالي. ما يهمكش، بس على الله الفصل ده بقى يحوق فيك. كنت هتاخد الحلة ليه؟ مش دي الحلة اللي بطبخ لكم فيها انت واخواتك؟ اصل نفسي في البليلة يا نعمة. بليلة؟ بليلة ايه يا واد؟
في قهوة بلتاجي واحد واقف بيعمل بليلة وبيحط عليها سكر ولبن، والعيال كلهم ملمومين عليه بياكلوا بليلة. طب خد ايه ده؟ ساغ معايا اهو، روح اشتري لك بيه صحنين 3. صحنين 3؟ ده صحن بالعافية. يا سيدي زي بعضه، انت كنت طايل. ربنا يخليك يا نعمة، بس هتعملي ايه من غير الساغ؟ روح بقى ما تبقاش لمد. أيدت أسماء الفلاحين يا يوسف أفندي؟ ايوه ايوه